الأقوى فعلا؟ زورك ولا أوكسوديا؟ في الأنمي المواجهة دي حصلت فعلا. أوكسوديا ظهر وضرب زورك ضربة مرعبة هزت ساحة المعركة كلها، لكن زورك ما سقطش. وهنا ناس كتير فهمت إن أوكسوديا أضعف، بس الحقيقة غير كده تماما. قوة أوكسوديا مش ثابتة، قوته مرتبطة بروح وإرادة مستخدمه. اللي استخدمه في المعركة كان جد يوجي، وإرادته ما كانتش في أقصى حالاتها. عشان كده قوة أوكسوديا ما ظهرتش بكامل طاقتها الحقيقية. أما زورك كان في قمة قوته الظلامية من غير أي قيود. يعني الخلاصة، أوكسوديا ما انهزمش لأنه ضعيف، انهزم لأن المستخدم ما قدرش يطلع قوته الكاملة. السؤال الحقيقي بقى، لو أوكسوديا تم استخدامه بإرادة يوجي الكاملة، هل كان زورك هيقف قدامه؟